معقولة يا أستاذ نظير؟ مفيش مرة تتشنج المكان اللي بتستخبى فيه أبدا. مفيش إبداع خالص. اب بالقسط. هنا كمان؟ في ايه؟ تعالى يا بنت. ايه بس؟ اشتري ترابيزه السفره واوضه النوم وهتاخد خصم 30%. القسط مريح، المريح قوي. 100 مسا يا باشا. 100 نايتس. نعم يا اخويا. لو في مشكلة في الإنجليش أنا أنزل بالترجمة على طول. الفلوس يا اخويا مش محتاجة ترجمة، ناولني الفلوس. كل الكمبيالات اتحصلت على سيركل المليم. عفارم عليك يا أكمل. أنت كل شهر بتثبت لي جدارتك، أنا كتير ممنون لك. أتمنى يعني ما يكونش حد يسبب لك إزعاج أثناء عملية التحصيل. هما 2 بس اللي تعبوني. فاكر حضرتك فرحات اللي مراته أخدت الأنتريه من حوالي منص ونص كده؟ إيه منص ونص ده؟ شهر ونص. خير ماله ده؟ ده بقى طلق مراته مع أول قسط. يا راجل. ولا فاكر سعيد اللي مراته اشترت التلاجة من حوالي 4 months؟ ده بقى ربط مراته في التلاجة وحلف يولع فيهم هما الموندي. أيوة. قلت له عندك مالكش دعوة بالتلاجة دي لسه عليها سط تخصنا. طب ومراته؟ لا في داهية، احنا مالنا، هو واخدها من عندنا، هو فري فيها. تعرف اننا من غير الستات اللي زي مراته دي وطلباتهم ما يبقى الناس سوق. هي بتستارت كده يا فندم، نظرة في ابتسامة، شبكة في قسط، جوازة في قسط، عقيد في قسط، قسط في قسط، في سجن. ونسيوا ان في واتش للحساب، وان الكمبيالة اللي بيمضوها دلوقتي ممكن تسجنهم بكرة او بعده. الناس ساعة الشراء بتبقى سرقاهم السكينة. اي السكينة اللي بتبقى سرقاهم دي تستاهل كل خير. انا نفسي ابوسها. فوتك بعافية يا باشا. ويت يا اكمل، ويت. خير خير.
في 3 جنيه ناقصين من الفلوس. ايوه فعلا فعلا فعلا، في 3 باوند عجزوا مع كاستمر عندي، بس انا ما سكتلوش. انا فتحت الثلاجه بتاعته لقيت فيها كرتونه بيض، خدت بالباقي بيض. اتفضل بيضك يا باشا. متأكد ان ده بيضي؟ حقك. طيب احطهم في الخزنه. الناس يا باشا بقوا في منتهى الاستهتار، بقى عندهم لا مبالاه، فالحين بس يبعزقوا فلوسهم على الاكل والشرب. اكمل ما تمشيش، عاوزك في مشوار. حاضر. وده دفتر الكمبيالات بتاع الشهر الجديد. تحت امرك يا فندم. تحفة. التلفزيون؟ لا الفيلم، أنا عاوز الفيلم. للاسف يا فندم احنا ما بنبيعش افلام. طب هو الجهاز ده ما بيجيبش غير أفلام كرتون بس؟ لا يا فندم بيجيب كل حاجه طبعا. بيجيب كل حاجة كل حاجة؟ ايوه. يعني بيجيب؟ نعم. بيجيب. أنت اللي نيتك وحشة على فكرة. هو أنت قليلة الأدب؟ انت قليل الادب و60 قليل الادب يا اخي. الله يخرب بيت امك على اليوم اللي شفتك فيه يا بعيد. انت جدع، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تعرف الكائن ده يا استاذ اجمل؟ لا مضطر. تقدري دلوقتي تجوع على شغلك. ليه ما تخليها معانا شوية؟ انت مال اهلك؟ في ايه خير؟ وحشتني أوي الزعزعة. حالتك ايه يا جدع انت؟ ما كنا مع بعض امبارح بالليل على القهوه. أصل أنا بصراحة يعني ورديتها على التاكسي بالليل، فقلت هذا سعيد بدل ما تصيع ما تعمل مصلحة، قلت أروح بقى للأستاذ أكمل على المعرض عشان أجيب التلاجة للولية، ده أنا وعدتها بيها. تلاجة؟ وانت لغايه دلوقتي ما عندكوش تلاجة؟ ولا عندكم تلاجة وحبيت تعمل لها ابجريد لتلاجة احسن يعني؟ ما عنديش يا أستاذ أكمل تلاجة. أنا حياتي بتتدمر بسبب التلاجة ده يا أستاذ أكمل. بتتدمر؟ اكسبلوجن؟ أنا من ساعة ما اتجوزت وسماح قالت لي مش هتلمسني إلا لما تجيب التلاجة. ايه ده؟ انت من ساعه ما اتجوزت انت ومراتك نو تاتش؟ نو انتر ما خشتش؟ ما خشتش. قالت لي تدخل التلاجة البيت تخش عليا. يا ساتر يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله. مالك يا أستاذ أكمل؟ زعلت عشان انت ما خشيتش لغايه دلوقتي. يا فعلا حاجة تزعلك. زعلني انا؟ انا مالي انا تخش انت بتخش؟ انا زعلان عليك انت. طب ايه ده طيب؟ انا هادي يا اخويا، خلاص اتفضل نقي التلاجة اللي انت عايزها، اتفضل. عرض خاص للعرايس، طقم سرير النسر الذهبي على 15 شهر. انت عايز تلاجة على كام؟ على 4 بعد الظهر. وانا بقول لك هوصلها لك امتى؟ انا بقول لك بكام؟ انت بتعمل ايه؟ انت عايز تشوف ذكر ولا انت ايه؟ شوف العفشة يا أستاذ أكمل، اصبر بقى. عفشة ايه؟ رش دواخل دي. دواخل؟ معلش أنا لازم أتأكد من الموتور الأول. لا خدها على ضمانتي، دور وامشي على طول، شكلك هتطلع روح يا سيد. هي التلاجة دي كهرباء؟ لا بنزين 80. عجباني قوي. خلاص شيل. معلش آخر سؤال طيب. اتفضل. هي الحنفية دي مش ناقصها حوض؟ حوض؟ مش عايزة. دي حنفية بتنزل تلج يا بني آدم. يا سبحان رب العالمين، حنفية في التلاجة بتنزل تلج؟ وفي الشتاء هتنزلك تلج سخن. بجد؟ زي ما بقول لك كده. لا أنا حبيتها وأنا عايزها. خلاص هظبطها لك. امشي انت دلوقتي بقى علشان عندي مشوار. هنروح على فين؟ انا اللي عندي مشوار. طب ما أنا ما وريش حاجة. انت تبت؟ لا. تنح؟ لا. بلم؟ لا. غور؟ ما أنا عايز أجي معاك. غور. ماشي. حوض. معلش يا اكمل، كان لازم اروح البيت استحمى واغير هدومي. مشوار ايه ده يا فندم اللي يستحموا له؟ انت عارف الدكتور نجيب ابني ها؟ طبعا، ربنا يخليه لك يا رب. من ساعة ما رجع من أمريكا وهو بيجهز المستشفى بتاعته. ربنا يبارك له فيها. نفسي أطمن عليه يا أكمل. تطمن عليه يا فندم؟ ده لو قعد يحرق في الفلوس اللي حضرتك هتسيبها له مش هيلاقي عربية مطاط تطفيها. الله أكبر، الله أكبر عليك، يا ساتر يا رب. اتنيل على عينك واسكت، ما أنت شايفني بستلف من اللي يسوى واللي ما يسواش. قال يحرق مش عارف إيه، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. عموما أنا قدرت أقنعه إنه يدخل نظام التقسيط عنده في المستشفى. أيوه، عشان يخفف العبء على كاهل المرضى. إنسانيتكم دي اللي هتوديكم في داهية. تودينا فين؟ الجنة.
خير يا اكمل، في حاجه؟ لا بشبه. شبع على التاكسي؟ لا التلقيحة ديت مع تخطيط الوش مش غريبة عليا. اكسكيوز مي فندم، اكسكيوز. اللهم احفظنا. حبيبي ايه يا رجبولة، بتعمل ايه هنا؟ انت مالك يا جدع انت؟ نايس قوي اني اشوفك وافكرك ان يومك قرب. يوم مين اللي قرب يا جدع انت؟ الكمبيالة بتاعتك ميعادها بكره. بتجري ورايا من اخر الدنيا وبتراقبني عشان تقول لي كمبيالتك بكره. اراقبك. وصلت المعلومه، مع السلامه. ما تظلمنيش يا رجبولة، ده انا جيت لك بمحاسن. مين محاسن دي؟ محاسن الصدف. يلا سليب سليب، يلا 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 يلا. خير يا اكمل. لا ده كستمور. مين يا أخويا؟ كستمور عميل. عميل. بفكره بالقسط بتاعه. يا محاسن الصدف. بسم الله ما شاء الله. ايه يا فندم النظافه ديت؟ لا لا حاجه عظيمه بجد. قوي قوي. كل ده والعمليات بالقسط. استناني هنا ها. حاضر حاضر. ايه الوظاويس دي؟ Attenzione, بكرة ميكروبية. ايه الصوت ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ تمام تم تحديد مصدر ميكروبات. وضع فوري. يعدموا مين؟ اوعى عمنا كلو. ايه اللي حصل؟ حضرتك ملوث، ده عباره عن قنبله ميكروبيه بتهدد صحه المرضى. عقموه. لا لو حد قرب مني هديله شلوطه خليه عقيم العمر كله، انتوا فاهمين؟ خلاص يا صافي دخليه. على فكره يا دكتور نجيب، اكمل ده اسطوره التحصيل، مهندس الاقساط، كابوس الزباين. والد حضرتك هو الوحيد اللي بيسنكس فيا، بقيه الناس بتدعي عليا. عايز اقول لك ان زبايننا هنا على فكره ناس ديفرنت، يس وعشان هم ديفرنت محتاجين معامله لطيفه شويه. يس. وعايزك تعرف كمان ان احنا زبايننا هنا مش ستات بس، ستات ورجاله. الله الله، ستات ورجاله، قمه المساواه. بيني وبينك، ذنبه ايه الراجل انه يبقى راجل؟ لا هو ملوش ذنب انه يبقى راجل. هو عيب ان الراجل يبقى راجل؟ لا لا، بس لو حبكت ان هو يبقى راجل، يبقى راجل حلو. حلوه من انهي ناحيه؟ احنا في مجتمعنا الشرقي بنخجل من حاجات كتير، بس انا من ساعه ما رجعت من امريكا قررت ان انا اكسر كل المفاهيم دي. بس حضرتك يعني في حاجات عند الراجل لو اتكسرت ما تتصلحش. وماله عنها ما اتصلحت. ازاي يعني؟ زي الناس. الدكتور يقصد ان مش بس الستات هم اللي بيعملوا العمليات دي، لا، اليومين دول الرجاله كتير بتعمل عمليات تجميل. عمليات تجميل يا ايوه عمليات تجميل. هو تفتكر ان التجميل عيب؟ ده التجميل ده بقى ضروره ملحه. فاهم يا فندم فاهم. المهم ان حضرتك تلعب في البادي زي ما انت عايز، لكن الشاسيه زي ما هو. الشاسيه. ايوه اهم حاجه الشاسيه. طب ليه الناس دي اتقصت؟ دول زبده البلد. العمليات دي تكاليفها باهظه لانها عمليات على مستوى عالي قوي قوي. نفخ، تكبير، تصغير، شفط. بس الجديد بقى انه كله هيتعمل هنا بالتقسيط المريح. يعني نفخ الشفايف على قسطين مثلا، الصدر على 6، يعني اللوكه على سنه. اللوكه؟ اه ايه اللوكه دي؟ اللوكه المؤاخذه يعني الخلفيه. اسمها لوكه؟ هو في ناس بتقول سلاموكه بس انا خجول اقول لوكه. حلوه. خلاص يا استاذ اكمل، اروح بكره المعرض اخد التلاجة واقول لهم ان انا من طرف الاستاذ اكمل. لا انت تروح الاول تصاين تمضي، وبعد كده تديهم الادرس بتاعك، وقبل ما تروح هتبقى التلاجة عندك في البيت. لا بلاش البيت يا استاذ اكمل. ليه؟ عشان بقى انا الفها هديه واعملها مفاجاه للمدام، مش يمكن ربنا يسهلها وتتفك العقده واخش. لا انت ساكن فين يا استاذ سيد؟
في الترب. في الترب؟ ما تتريقش قوي كده. دي الحاجة الوحيدة اللي بتتعمل بإخلاص في البلد دي إنك تموت يا أستاذ أكمل. فلا الله ولا فالك يا أخي. روح خلص بكرة، وأنت رايح تاخد معاك وصل النور باسمك. يعني هي سهلة كده آخد معاه وصل نور أديهولهم يدوني التلاجة؟ كلهم بيبقوا فرحانين زيك كده في الأول يا أستاذ سيد. يا ريت بقى أشوف الابتسامة الحلوة ديت على وشك ساعة ميعاد القسط. هتشوفها يا أستاذ أكمل. أخيرا يا جدعان هيبقى عندي التلاجة اللي في حنفية بتنزل تلج. عمالك يا زيكو، أما أنت كريم يا رب، طلبتيها ونلتيها سماح. يا أستاذ أكمل مش عارف أقول لك إيه، والله ما عارف أقول لك. متشكر أوي. اقعد. إيه الريحة دي؟ إيه القرف ده؟ أنت ما استحملتش بالك قد إيه؟ واستحمل إيه؟ طب ما أنا طول عمري نضيف. أنت عارف أنت لو رحت الهوسبيتال بتاعت الدكتور نجيب، مش الإنذار بس اللي هيضرب، ده المستشفى كلها هتنفجر. السلام عليكم. إيه ده؟ استنى، أنت اتأخرت ليه يا أستاذ راجل؟ انت فاهم يعني ان الزباين مقطعه بعضيها؟ دي ورديه فقر. انا اصطبحت واتمسيت بوش يمين النهارده. وردية برضه اللي فقر. يلا سلام يا أستاذ أكمل. بيس عليك يا أستاذ سيد. يا بكر حجرين معسل وقهوه على الريحه، بلاش سكر عشان معيش حقه. ولما انت ما معكش حق الشجر ما تلم نفسك وتوفر مصاريف القهاوي. انت هتحاسبني على حجرين معسل؟ انت محسسني ان انت بتصرف عليا وانا مش واخد بالي. طب شوف دي يا بكر، قهوه سكر زياده قوي وكمان مور شجر. عموما انا قلبي عليك، انت هتدفع لي فلوس قسط البوتاجاز بكره مورنينج. يا جدع يا ابو دم بارد، بقول لك معيش فلوس عشان ادفع القسط دلوقتي. حل عن سما امي بقى. ما تحورش الكلام يا رجبوله. اولا انا ما طالبتكش بالقسط ناو لان ميعاده بكره، ولو خدته قبل ميعاده انا بتشائم. ايوه ما انا. ثانيا لما انت ما معكش تاكل ومتكحرت رايح تجيب لي موبايل جديد ليه؟ عشان الزبائن. ثالثا الموزه اللي كنت مستنيها قدام الهوسبيتال اكيد ظبطتك. ايوه ما هي الست اللي عند رابعا. لا رابعا ولا اولا ولا ثانيا. الزفت الموبايل ده والزفته اللي عند الهوسبيتال دي هم اللي ضيعوا عليا الورديه. عشان الزفته اللي عند الهوسبيتال دي قالت لي هات التاكس وتعالى خدني من الزفت الشقه اللي عند الدقي. خدتها على الزفت المستشفى وبعد كده على الزفت المطار عشان في واحد زفت قريبها جاي من السفر. دخلت على الزفت المطار وانا فضلت بره على الزفت بره المطار. الزفت ده رن، قلت ارد عليه. الزفت ده فصل شحن والزفته ما طلعتش وانا فضلت مستني. قلت اروح على الزفت الشقه اللي في الدقي ما انا عارفها. قالوا لي الزفته دي مأجراها مفروش وسابتها وراحت واخده زفت طياره وطالعه على زفت بلد تانية هجرت. كل ده زفت شايله على قلبك؟ ده انت نحس. صعبت عليك ومش هدفع القسط صح؟ مش بقول لك انت نحس. بكره مورنينج القسط يبقى في عندك. وانا مش عايز اشوف خلقتك بكره. الحاجه الوحيده اللي تخليك ما تشوفش خلقتي انك تموت يا رجبوله. افلاي انا بقى. يعني ايه افلاي؟ يعني اطير انا بقى وغدا القاك. ربنا قادر وانت طاير تخبط في نسر احول ما يطلع لك صبح يا بعيد. ما انا مش فاهمه انتوا جايبين ولد من بيئه واطيه زي ده ليه؟ كان لازم توظفوا ولاد ناس يعرفوا يتعاملوا مع العملاء ويكونوا واجهه كويسه للمستشفى. بالعكس يا ماما، لو جبنا موظفين ولاد ناس يقوموا بالمهمه دي هيبقى مصدر احراج كبير للعملاء. مش فاهمه. افهمك انا يا رايم. بصي يا حبيبتي، افترضي ان انت مريضه عند الدكتور نجيب وبعت لك ابن عقيله هاني او نوال هاني، ساعتها هتبقي مبسوطه لو عرف ان انت بتقسطي ثمن العمليه ويروح يقول لمامته؟ لا طبعا، ده انا ساعتها هموت من الكسوف. وعشان كده بقى اللي بيحصل ده لازم يكون من بره الدايره الاجتماعيه بتاعت العملاء خالص. رجبوله
كده اتحوطت من كل حتة. هتجو مني فين يا رجبولة؟ صباح الخير يا أستاذ سيد. هو في ايه؟ ما حدش عايز يقول لي حاجه. بقول لك الاسطى رجب تعيش انت. رجب مات. امسك نفسك يا استاذ اكمل. رجب ولا ضاي؟ ده هو اللي مات. انت زعلان اكتر منه؟ فلسات يا رجب ولا؟ كفايه بقى يا استاذ اكمل، انت كده بتعذبه. مين ورثة البوتاجاز؟ ايه مين ورثة المرحوم؟ هو في غيرها مراته سوسن اللي صوتها مجلجل ده؟ ما كانش ليه غيرها في الدنيا. ده بقاله 4 شهور متجوز يا استاذ اكمل. عارف انه متنيل بقاله 4 اقساط ولسه فاضل له 44 قسط. وايه هتجيب منين؟ ده ما حلتهاش حق باكل بان يا عيني. يعني انا كنت هاخد بالباقي البان؟ ده انا اموت فيها، ده انا هضاي فيها. بص، انت تطلع تاخد البوتاجاز وتقسطه لحد تاني خالص وتلبس طاقية ده لطاقية ده. خلاص، مش اكمل اللي يرجع بضاعه ولا يلبس طواقي لحد. انت حر، بس ما قدامكش غير كده، يا اما البوتاجاز هيضيع عليك. عموما انا اقنعتها بكده، اطلع لها انت بس وهتلاقيها مستويه على الاخر. حاضر. ما دايما الله وجه الله. اعمل نفسك بتعيط. يلا سلام يا استاذ صاحبي. ايه انت مش هتحضر الخارجه؟ لا، ليه؟ انا اتفقت مع مراته ان انا هبعت لها الحنوتي. انا اروح بقى عشان الحق امضي الكمبيالات وافرح سماح بقى. يلا بالاذن يا استاذ اكمل. ايه ويت انت صحتك عامله ايه؟ ها عامله ايه؟ افتح بقك كده، خد نفس عميق، كح. ازاي؟ تعرف لو مت هموت وراك وهحصل منك الاقساط برضه، انت فاهم؟ لا ما تقلقش يا استاذ اكمل، قبل ما اموت هقول لك. يلا سلام حبيبي رجب، حبيبي رجب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رجب. واضح ان المرحوم كان طيب، وعلشان يرتاح في تربته لو عليه دين لازم نسده. ايه؟ ما توحدوه. هو حرم المرحوم فين؟ انا يا اخويا. طب لا مؤاخذة بعد اذنك عشان بيستعجل بس عندي مشاوير. فينه؟ فوق. لا مؤاخذة معلش. حضرتك موافقة اني اخده ها؟ سيد اقنعك صح؟ نعمل ايه؟ امر الله. لا اله الا الله. اهو عندك. ده زبالة قوي. الطشت والليفه والفوطه متعلقه جوه على الشماعه. هو انت مش هتساعديني ننضفه جزر؟ ايه هو ماشي، هنضفه لوحدي. الحاجة الوحيدة اللي تخليك ما تشوفش خلقتي انك تموت يا رجبولة. انك تموت يا رجبولة. رجب قوم يا رجبولة. تعرف لو قمت مش هاخد منك اخر قسطين، اخر 3. وكمان قطع نفسك وموقف ضربات قلبك. يعني انت مصمم تنفذ اللي في دماغك وتموت؟ ماشي يا رجب، انا بقى هحرق دمك، هنضف البوتاجاز واخده. ها انت لسه ما غسلتوش؟ ما لاقيش عندك مزيل دهون وسلكة مواعين ما تبقاش خشنة عشان ما يتجرحش؟ يتجرح؟ لو انت عايز تغسله بسلك مواعين ومزيل دهون؟ امال يعني هنزله كده بالعفونة ديت؟ ده محروق. محروق ده ايه يا عيني؟ دي يا دوب لا اسعى من قلية برنجان. قلية برنجان تخليه بالعفونة ديت؟ هو كان بيحب فيكي ولا حاجة؟ ساعات، بس يا عيني كان بيهب وينزل على ما فيش. انت اصلك استرخصتي، انت كان ممكن تاخدي واحد برقبته. محدش بياخد غير نصيبه، وهو راح. راح مين يا هانم؟ ده انا هنضفه واروقه واخليه بيبرق كده ويبقى عليه القيمه. ولو حلو في عينك
انا ممكن اسيبهولك لو انت عايزه يعني. وانا هحتاجه في ايه؟ على رايك احنا نغوره احسن. طب ما تخلصني بقى. حاضر من عينيا. بس على فكره ده ما اشتغلش من تحت خالص. وانتش عرفك؟ لا انا بفهم. يا سلام. اصل ده لو كان اشتغل من تحت كان هيبقى مليان شحوم ودهون، لكن ده مفيش خالص. عموما انا هاخده بعبله كده اروقه عندي في المحل، وهجيب لك واحد يحل محله مؤقتا. هو هيبقى بعين واحده بس هيبقى شغال كده. شغال؟ شغال مين؟ ما تتلم يا راجل انت. خلاص يا ست حقك عليا، انا اللي كنت عايز اجيب لك واحد بداله. هاتي لي اي حاجه بقى احطه فيها. اي حاجه؟ امال فين الخشبه؟ خشبه؟ ليه انا هجره؟ هات الكرتونه انا ستفه فيها. كرتونه؟ انت كمان هتشيله في كرتونه؟ تبقوا رميتوها. طب هاتي لي كيس زباله بس يكون كبير شويه انا احطه فيه. كيس زباله؟ الولايه دي كيس زباله يا زباله. يلا يا عرق يا ناقص يا دون. بيني وبينك اللقطات يا مرات رجبوله. الراجل لسه هو في المطلع. اوعى تاخد من جنبتها. اوعى يا ولاد اوعى اوعى. المرحوم ما قاليش ان عليها اصابه. يا اختي هم الرجاله كده ما بيشبعوش كده. على الله يا اختي ما يكونش مخبي عليكي حاجه تاني. ولا وكسه. فين الحانوت يا ولاد الكلب؟ وحدوه. لا اله الا الله. وحدوه. لا اله الا الله. يا ترى الوفاة دي طبيعية ولا مقصودة؟ اعتقد ان عن حسن نيه. ولو اني يا اخي شكله كان بيقول ان صحته كويسة قوي لما كان في التاكسي قدام المستشفى. انا لو اضمن اني اروح وراه واحصل القسط وارجع تاني كنت عملتها، بس السكه دي وان واي. ايوه فعلا هي سكة ذهاب فقط. بس هو اكد لسيادتك اي بروميز القسط هيتحصل بكره، يعني هيتحصل بكره. بقى لله. بقى لله يا استاذ عجب. بقى لله. قوم عز هناك. ايه ده ما يصحش كده. ده ما كانش جاي انا اللي جبته. اقعد. سعيكم مشكور. ذنبكم مغفور. سعيكم مشكور. فيك الخير يا استاذ اكمل. سعيكم مشكور. ما جالكش في حاجه وحشه. شكر. العفو. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. هي الناس دي بتعمل ايه؟ ناس هايفه بعيد عنك. الفيسبوك لحس دماغها. فيسبوك؟ يعني سعيد منجد ده عنده فيسبوك؟ ده مسمي نفسه مرتبه الشرف. سعيكم مشكور. وعلام المزين فريندز عندي ومسمي نفسه الموز.com. جلال بقى الكهربائي مسمي نفسه ماس ما بتحبش راحتنا، قال دمه خفيف يعني. نف يا سيد احنا في عزاء. سعيكم مشكور. ذنبكم مغفور. الله يرحمك يا راجل. الف رحمه ونور عليك. سعيكم مشكور. بقول لك ايه؟ ايه؟ سماح مراتي فرحانه قوي بالتلاجه وبتدعي لك يا استاذ عكمه. سعيكم مشكور. خشيت؟ لسه. ليه؟ الواجب هنا عطلني على الواجب هناك. لا وانت صاحب واجب قوي. سعيكم مشكور. تعرف يا سيد لو عملتها ومت انا ممكن اعمل فيك ايه؟ ايه؟ انا ممكن اشرد لك، ممكن ابيعك اللي قدامك واللي وراك ومش بعيد احبسك. وانا ميت؟ سعيكم مشكور. يا شيخ فعل الله ولا فالك. وبعدين يا استاذ اكمل يعني احنا رجاله قوي ملناش في الحبه الزرقاء. سعيكم مشكور. ايه الحبه الزرقاء دي؟ الله يرحمه كان بيبلبع الحبه الزرقاء، سفها من هنا قلبه وقف من هنا. طب وانت عرفت منين حكايه الحبه الزرقاء دي؟ سعيكم ما انا اللي كنت بجيبها له من ام نوال. انت؟ كانت منتهى الصلاحيه. وكمان اكسبرت. سعيكم مشكور. طب ده كان يدفع القسط بدل الحاجات اللي بتوقف دي. سعيكم مشكور. القلب توقف القلب. سعيكم مشكور. ذنبكم مغفور. طب تصدق بيه يا شيخ؟ لا اله الا الله. رجب مات سايب في بيته 20 جنيه. سعيكم مشكور. 20 جنيه بس؟ قمت انا لميت انا والرجاله وعملنا له احلى خارجه والحمد لله ربنا قدرنا على فعل الخير. البقاء لله. البقاء لله. عمر طويل ليكم. سعيكم مشكور. سعيكم مشكورة. سعيكم مشكورة. ما خلاص يا عم عرفناها. انت شكرت سعينا فيما فيه الكفايه. يا سيدي سعينا بيقول لك العفو وما تعديش من هنا تاني. يلا يا حاج. قوم يا عم اكمل. يا عم اكمل انا عارف الناس دي. قوم بس نعزي في حته تانيه. قوم هنا على الكنبه اريح.
قوم عزي هناك. يلا. ما يصحش كده. والله ما كان جاي، انا اللي ضغطت عليه. طب ما تروحوا. لا سيبه عامل عدد، ما المرحوم كان محبوب قوي. تعرف لو قصرت في اي قسط في مره انت لسه ما تعرفنيش. بالزغرات يا عطيات، على الله اشوفك بتصوتي ساعه القسط. ما بتغسليش في الغساله ليه يا ام قادري؟ قسطها الشهر اللي جاي. ماشي يا زينب، فرحانين فيا كلكم. صباح الخير يا مدام، أنا جاي أطمن على المرحوم. نعم يا اخويا، تطمن على مين؟ المرحوم يمكن يكون رجع في كلامه ولا حاجة. اسمع يا جدع انت، هتقول لي فلوس واقساط، هرقع بالصوت الم عليك لا اله الا الله. استني بس، معقولة هاخد منك فلوس في ظروفك اللي زي الزفت ديت؟ الدنيا لسه فيها الخير يا هان. امال ايه اللي انت عملته امبارح ده؟ الصدمة كانت فيري باور عليا. ده المرحوم كان معايا قبلها مفيش كام اور، وبعدين يقوم عاملها كده يموت فجأة. الله يرحمه. معلش انا مش قادره اقول لك اتفضل، اصلي لوحدي. مفهوم. اندرستاندك. ربنا يكملك باخلاقك. ست جميله زيك كده ما يصحش يعني تستقبل اي حد عندها وخلاص. الناس تقول ايه؟ ما صدقت جوزها يضاي عشان تنحرف. يا قليل الادب، عارف لو ما مشيتش من هنا الساعه دي هصرخ، وانت بالذات الناس ما هتصدق تضربك بالجزم. خلاص انا ماشي. المرحوم كان في واحده ست نسيت معاه موبايل محترم وهو بيوصلها الزفت المطار. ممكن حضرتك تديني الموبايل ده ابيعه واخد حق القسط بتاعي؟ صباح الفل يا مسعد. صباح الفل. عايزك تفصل لي البتاع ده يساوي كام؟ ايه الحتة دي نظامها ايه الحتة دي؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ يعني ايه؟ يعني ده جديد ب4، مستعمل ب1000، مسروق ب 500. للدرجة دي اكسبنسيف؟ يبقى مسروق، عدى عليا بكره اكون حضرت لك ال 300 جنيه. انت مش لسه قايل 500؟ هم 200 بس. بايع؟ لا مش بايع، انا عايز له شاحن وما يكونش مسروق. انت هتفضحنا. اهو الشاحن. بكام الشاحن ده؟ ب 200 جنيه. انت عايز تشتري الموبايل بسعر الشاحن؟ ده شاحن حلال مش مسروق، بس خلي بالك الشريحه لسه في الجهاز وممكن تتجاب من قفاك. بس جميلة بس جميلة. لا مش هرد، ممكن اتجاب من قفايا. كده بقى شوف الموبايل. واو، امبوزابل، ده اكيد فوتوشوب. لا يا اكمل، لا ما يصحش، دي خصوصيات. مش جايز جوزها اللي يكون مصورها؟ طبعا جايز. جوزها، اكيد ده جوزها، الوضع ده جوزها طبعا. طب مين اللي مصورهم؟ جايز يكون سيلفي، احتمال. وده مين ده كمان؟ يكون المصور وحب يريح شويه. ده انت انترناشونال. دي سابت الدولي ودخلت على المحلي، وصلت لابو جلابيه. ده فيديو؟ اكسلنت، دي بقت جنج خالص. ده وقت رسايل. اخيرا فتحت التليفون، ارجوك يردي عليا. يا عم ترد مين بس، ده زمانها دلوقتي بتتصور. جميلة بس جميلة. مساء الخير يا ابني. 100 نايتس يا طنط، كنت بستأذن. تصبح على خير يا ابني. هو انا بقول لها ايه عشان تقول لي تصبح على خير يا ابني؟ السلام عليكم.
يعني لاجل الامانه المرحوم كان شايل معايا امانه. بجد؟ اتفضلي، رخصه المرحوم. رخصة المرحوم؟ وده اعمل بيها ايه دي؟ يعني اي حاجه كده من ريحه المرحوم. الله يرحمك يا رجب، عمري ما هنسى ريحتك. دي لسه محباها التاكسي لحد دلوقتي. ريحته؟ اه، خديها يا ست سوسن احتفظي بيها ذكرى. خرب بيتك. استاذ اكمل. انا؟ ايوه انت. ايه انت طالع ولا نازل؟ بصراحه انا لسه ما قررتش. اكيد جاي تشقر على مدام المرحوم. انا لسه مشقر من شويه، بس ما عنديش مانع يعني اجي اشقر معاك. انا بقى عندي مانع. يعني هتاخدني معاك؟ سيد، هو انت ليه دايما بتاخد رايك؟ دي موهبتي يا استاذ اكمل. روح يا سيد، روح شوف اللي وراك. واروح ليه؟ طب ما انا عارف ان انا فاضي. انا مش فاضي. خلاص خدني معاك. مش عايز. طب انا عايز. انا مش عايز. طب ولو اتحايلت عليك؟ برضه مش جاي. ليه؟ طب سيبني اتحايل يا عليك. جدع بقى ايه البرود ده؟ خير. خير ان شاء الله. اصل انا فصلت الموبايل، قالوا لي ب 4000 جنيه لو هو جديد، لو هو يوزد مستعمل يبقى ب 1000 سوزن، لو هو مسروق يبقى ب 500، بس انا حسبته بسوزن يا ست سوسن عشان انا اللي هاخده ليا وعارف انه مش مسروق. وخدي ده الباقي اهو، دول 600 لاني خصمت ال 400 بتوع الكمبياله، دول عشانك انت. بجد؟ زي ما بقول لك كده. طب اتفضل. اتفضل يا ستي، دي الكمبياله اللي اتدفعت. شكرا يا استاذ اكمل. العفو. حضرتك انسان شهم. متشكر. عشان كده كنت طمعانه في طلب صغير من حضرتك. تحت امرك. ايه طلباتك؟ اصل انا اليومين اللي فاتوا دول عرفت ان المرحوم كان مديون لطوب الارض. ناس كتير اتخمت فيه، مش انت بس. حتى الشقه دي مالها؟ واخدها ايجار جديد ومش دافع ال3 شهور اللي فاتوا. يا دي النيله. فانا كنت بقول يعني مثلا لو ممكن ان انت حضرتك تاخد البوتاجاز وتديني ال3 اقساط اللي اتدفعوا. اخد البوتاجاز واديكي ال3 اقساط اللي انا خدتهم قبل كده اللي اتدفعوا. انا كان لازم افهم ان دخولي هنا الغرض مش شريف. نعم. ايه هو ده؟ الحقوني يا ناس. هو السلم ده مكتوب عليه انزل وجري. لو شفت وشك هنا تاني هيكون اخر يوم في عمرك. استاذ اكمل، انت لسه هنا؟ اللي هنا باينه على وشك، شبشبت لك صح؟ اجري اجري، دي وليه مجنونه. ادي جزات اللي شقر لوحده. انت هترغي هنا، اجري. الله يرحمه. ده نحس الله يرحمه. قصدك كان فقر الله يرحمه. قليل الاصل، عايش وميت. اللي انا مش قادر اندرستاند لغايه دلوقتي، ازاي البنت دي تتجوزه؟ وحدانيه، لا اب ولا ام، كانت عايشه مع خالها، اول ما مات راحت مراته طردتها. جه رجب بقى قعد يزوم ويحوم حواليها لحد ما وقعها واتجوزها، وهو ما حلتلوش اللضا. انا كده بقى اندرستود ازاي الصاروخ ده تتجوز مسدس صوت. مسدس صوت؟ ده ما حصلش بومب العيد. عيب بقى، ده الراجل لسه ميت، المفروض نذكر محاسن موتانا، اذكر محاسنه. عندك حق يا استاذ احمد. ايه؟ ايه؟ مفيش حاجه تقولها؟ كنت لقيت انت حاجه تقولها؟ الصراحه مفيش، ده كان واطي قوي قوي قوي. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. يلا هروح انا بقى اشوف حالي. هنروح على فين؟ هروح انا اشوف حالي انا. ما انا هاجي معاك اشوف حالك انت. ايه التناحه دي؟ استاذ اكمل، استاذ اكمل، في ايه؟ والله ام العيال بتدعي لك. ام العيال؟ هو انت جبت عيال من غير ما تخش؟ احنا هنجيب ان شاء الله، بس ناقصنا التكييف. ايه؟ فلو فيها استزاده مني يعني محتاجين تكييف بالقسط. فيها استزاده كده، اللي صوتها تزيد. وانا رقبتي سداده قدها ودود. فواتير فواتير يقولوا لسه، بس انا برضو مش هنسى. جميله جميله. مساء الخير يا ابني. بونسوار يا نينا. نينا انا كنت عايز تصبح على خير يا ابني. ايه الست دي؟ دي مش فاهماني خالص. في حاجه
يخرب بيتك، ده انا كنت ناسيك. انا عارف انك مش عايزه تردي عليا عشان زعلانه مني علشان خبيت عليك ان انا متجوز، بس انا مستعد اطلقها لاني ما بحبش ولا هحب غيرك. راجل خايب. ولما انت عامل لي فيها شهم قوي كده، خليت مراتك كتبت الكمبيالات باسمها ليه؟ والله العظيم 3 انا كنت ناوي اسدد، بس الظروف غصب عني. طب روح يلا لغايه ما الظروف تتغير. انا مستعد اكتب الكمبيالات باسمي، ومستعد كمان انا اللي انفذ الحكم. الحكم صدر خلاص، مش بايدي. روح انت يا اخويا حسن ظروفك لحد ما مراتك تقضي العقوبه وتخرج لك من السجن. يا باشا حرام عليك، حرام عليك، هو ما فيش عندك ولايه؟ وعندي شغل دلوقتي، ورايا مصالح. يلا ورينا عرض كتافك. بالسلامه يا حبيبي. ايوه ادعي عليا، ادعي. ما انتوا كده تاكلوا حقوق الناس وفي الاخر تدعوا عليهم. حاجه غريبه والله. تعال يا اكل، تعال. ساعة الشراء محدش يقف قصادهم، بينسوا نفسهم. ساعة الدفع يبقى حرام علينا. حاجة غريبة. ايوه برافو يا اكل يا حبيبي، برافو. ايوه بس مراته فعلا مريضه وعاجزه. عارف، لكن لما هي مريضة بيخليها تمضي على الكمبيالات ليه؟ دي ناس ناقصة. عموما هتتعالج في السجن. سيبك انت دلوقتي، اطلع المستشفى عشان تاخد دفتر التحصين من هناك. أكمل، الشغلانة بتاعتنا دي ما فيهاش عواطف أبداً. عمال عايز انت كمان؟ عايز ايه؟ جاي تشمت فيا ولا تسمعني كلمتين مالهمش لازمه؟ مش انت اللي مضيتها؟ ايه يا عم مجدي، ما كان كله على ايدك؟ مش انتوا اللي وافقتوا بشروط المعرض؟ ايوه، شروط ظلمه، لو دراع، استغلال. لا ما تاخذنيش، اللي ما معوش ما يلزموش. ليه تورط نفسك؟ صح، اللي ما معهوش ما يلزموش. أنا عارف إنك زعلان مني، بس لازم تفهم إن ده شغلي، أكل عيشي كده. خلي دول معاك لحد ما تفرق كده، ما تجيبش سيرة لحد إن أنا اديتك حاجة. خلاص يا صافي، وصلوا كلهم؟ وبياخدوا القهوه. وانت حضرتي لي الداتا اللي قلت لك عليها؟ كله تمام. طب تمام. يا دكتور، يا دك. اكمل، خير في حاجه؟ خير ايه؟ انا جاي حسب الميعاد. طب خلاص ندخل مع بعض، انا عندي بورد ميتنج وبعدين نتكلم. قوي. يدخل معاك فين يا دكتور؟ وماله؟ مش بطال. يا دكتور ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ انا دكتور مستحمي، تحب اقلع وانت اللي تحميني عشان ترتاحي؟ تعالي معايا الحمام. خلاص خليها يا تحميني يا خلاص دكتور. يا صافي، ما هم لازم برضو يتعودوا على الاشكال دي. اشكال دي؟ بس مش فجأة كده يا دكتور، انت كده بتصدمهم. ايه الولايه دي؟ مش عاوز حضراتكم تتفاجئوا باللي انتوا هتشوفوه. الدايره دي بتمثل الشعب المصري. المثلث الاحمر ده بيمثل الشريحه الاجتماعيه اللي بتتعامل معانا. وده معناه ان احنا بكده خسرانين باقي الدايره اللي باللون الاصفر، واللي هو بيمثل غالبيه الشعب. عشان كده احنا في المرحله الجايه لازم نركز على اللون الاصفر، وطبعا لازم نزود من وعيه التجميلي. لازم المرحله الجايه يبقى شعارها
حلاوة، وسامة، عدالة تجميلية. أنا شايف إن من المستحيل إنك تقدر تخلي اللون الأصفر أحمر يا دكتور. قلبك بلاك ليه كده يا احمر؟ ابسوليوتلي نوت يا شابوري بيه، ده مش هدفنا خالص. انا عارف كويس ان الاصفر لازم يفضل اصفر، عارف كمان ان الاحمر هيفضل احمر. انا كل هدفي يا شابوري بيه ان انا اوسع الدايره التسويقيه. طب والأصفر هيجيب منين فلوس؟ أنا شاكك في قدرتهم على الدفع. وهيدفعوا منين بعد ما مصيتوا دمهم؟ احنا دلوقتي يا شابوري بيه بندرس مع بعض البنوك ان هم ممكن يدوا لهم قروض. واو. عموما احنا مش بس هدفنا زياده المبيعات، لا، ده احنا عندنا هدف تاني مهم جدا، ان احنا نخلي البيئه الصفراء اللي حوالين الاحمر ده تبقى اكثر جمالا. واو. ايه ذنب الناس اللي زي حضراتكم ان يشوفوا حواليهم بيئه قبيحه؟ حمرا. فندم؟ ها؟ لا معلش اصلي مشغول شويه بالاجتماع اللي حضرته. كلهم حمر بس مش عارف بقى مين احمر من التاني. سيبك منهم، ده عالم فاضيه. فاكرين ان بفلوسهم هيشتروا الخلق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت صفرة بقى، مع ان باين عليك انك حمر. المهم لازم تعرف ان الملف ده غايه في السريه. احنا عاملين كونفيدنشال اجريمنت مع عملائنا، تمام؟ حضر لي 10 رغيف يا ابو علي بس يكونوا طازه. ها؟ الشيشه بكر. خير يا استاذ اكمل، مش عوايدك تيجي متاخر كده. اخر على ايه؟ هو انا كنت مدي لك ميعاد ولا حاجه يا جدع انت؟ طب بسم الله معايا، خد جبنه بيضه قوي. سيد انت حاسس انك ليك لازمه في الحياه يعني؟ جرى يا استاذ اكمل، انت جاي تقطمني ولا ايه؟ وانا قلقان منك ولا من سماح؟ وسمحت اقطمك ليه؟ مش التكييف وصل والحمد لله. الحمد لله وصل وركب وكل الحاجات تمام زي الفل والدنيا اخر طراوه. ايه يا واد؟ خشيت من غير ما تقول لي اقول مبروك؟ لا لسه. لسه ليه؟ الهانم طالبه فيلا في التجمع؟ فيلا في التجمع؟ وانا لو عندي فيلا في التجمع هكمل مع سماح؟ دي ست قنوعه وطيبه، بس يا استاذ اكمل ايديها شققت بقت مهريه من كتر غسل المواعين. يا عيني. فيعني لو فيها استزاده مننا يعني عايزين غسالة اطباق. غسالة ايه؟ هو انتوا عندكم كام طبق اصلا في البيت؟ عندنا يجي 6. الله اكبر. دشدشهم على دماغها ودماغك عشان انا ارتاح. طلقها يا جدع انت، مش هتخش في سنتك. انت بتبص على ايه ده؟ دي ايه اللي جابها دلوقتي؟ مش عارف عايزه ايه دي كمان. طب روح شوفها عايزه ايه؟ ما انا اروح ليه اساسا ودي هتعوزني في ايه؟ قوم يا اصيل، قوم مسيرك يجي لك يوم. قوم، دي مرات صاحبك واخوك الله يرحمه. قوم سيب الاكل، سيب الاكل وقوم. الله يرحمه، عرفنا وهو عايش وعرفنا وهو ميت. قال لي يا جعانين يكفوكوا شر الجعانين. العيش يا ابو علي، ضيفهم بقى لاخر الشهر. عملت حسابي في الفينو؟ فينو ايه يا جدع انت؟ كانت عايزه ايه ديت؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل صاحب البيت طردها عشان مش لاقيه تدفع الايجار. طب وهي رايحه فين دلوقتي؟ الله اعلم. هي قالت لي يعني تنفع تبيت عندي لحد الصبح في البيت؟ قلت لها لا واعتذرت لها. واعتذرت لها ليه يا بني ادم؟ يا استاذ اكمل انا هقول ايه لسماح؟ ما ينفعش، دي بتغير عليا موت. تقول لها دي حاله انسانيه، تقول لها ان مرات صاحبك واخوك الله يرحمه مش لاقي حته تبات فيها لحد الصبح. طب انا اجيب لها الكلام ده ازاي وانا لسه ما جبتلهاش غسالة الاطباق؟ غور يا ده، غور يا واطي. طب وغسالة الاطباق طيب؟ ده انت تنح وبلم. انا بلم؟ بلم بس اعيش. في ايه لما اكون عندي غسالة اطباق زي بقية الخلق؟ بتعملي ايه عندك؟ وانت مالك يا ابو قسط؟ ماشي يا ام بوتاجاز، انا بس سيد قال لي ان صاحب البيت طردك ومش لاقي حته تلمك. نعم، مش لاقيه حته ايه تلمك. اتمشى انت واستريح. انا جايه هنا عند بيت خالي، جايه ازور خالي. طب واقفه ليه؟ مستنيه توك توك يطلعك؟ حد قال لك قبل كده ان دمك يلطش؟ يوه كتير، بس على الاقل انا عندي دم. في ناس تانية بقى ما عندهاش دم، عايزه تطلع لمرات خالها اللي طردتها قبل كده.
مين دي اللي تطردني؟ دي تستجرى تفتح بقها وخالي موجود. انا ليا في البيت ده اكتر ما ليها. وبعدين مالكش دعوه بامور العائلات. عموما الحمد لله اني عرفت لك عنوان عشان القسط اللي جاي. وهو الخال الله يرحمه والد برضه ممكن يسدد بدالك. الله يرحمه. عارف لو ما مشيتش من وش السعادي اصوت والم عليك الجيران يشبشبولك هنا كمان يا ابو قسط. لا على ايه؟ انا كان غرضي شريف. سلام يا ام ابو تجاز. سعيدة يا حلوة سعيدة ياللي بلادك بعيد عمري وانا اجيلك ماشي الله يجينا انا عمري ما اكلت سندوتشات بالطعامه دي. برافو عليك يا ابو قسط. انا اللي جبته لنفسي. غصب عنك يا اخويا انا اعمل الشاي. هتفضحيني. ممكن جميلة تشوفك تعملي بيت بروبلم. تعالي ولا اقول لك استنيني بره. يلا. خدي كلي هنا بقى براحتك. يلا. لا يا اخويا انا شبعت. خلاص اشيلهم لك للصبح تاكليهم على البريفكست. ده لو قعد الصبح هيحمض. طول ما انت هنا ما تقربيش بالشبابيك. يقطعني. هو انا عملت لك ازمه؟ لا اصل جميله ديت بتغير عليا موت. على ايه؟ على ايه؟ اما انك واطيه صحيح. معلش يا اخويا انا اسفه. بكره من الصبح مش هتلاقيني هنا وجميلك ده هشيله طول عمري. انت تستهبلي. هو انت لاقي حته تلمك؟ الملاف الساعه. خلاص خلينا نشوف حل في مشكلتك. هو انتوا عليكم قد ايه ايجار متاخر؟ 3 شهور في 500 1500. يعني انتوا متجوزين بقالكم 4 اشهر. جوزك ما دفعش 3؟ ليه هو كان داخل بمجهوده؟ الله يرحمه. غلطه. هو انت اتجوزتيه عشان يصلح غلطته؟ فشر. غلطة مين يا ابو غلطة؟ ابو قسط لو سمحت. كانتش كلمة قلتها. طب انت اتجوزتيه ليه طالما ما حلتوش حاجة؟ الله يسامحه بقى. عموما انا عايزاك تساعدني الاقي شغل. لا ما تقوليش هم. طالما معاكي دبلوم تجارة مش هنغلب. وانت ايش عرفك؟ ما سيد قال لي. وسيد ايش عرفك؟ سيد ده جوجل سيرة الناس، واتساب الفضايح، تويتر المصايب. ده تدوسي عليه كده يطلع لك من تحت اي جزمه يقول لك على المستخبي. يقول اللي يقوله، انا ما عنديش حاجه اخاف منها. طب انت هتساعدني؟ ان شاء الله. ما تقوليش هم بس. بص انا هنام وانت شوفي لك اي حته تنامي فيها هنا. ايوه مندوب مستشفى الدكتور نجيب يا فندم. ايوه معاك الوصل. معاك. لو سمح لي وصل. اتفضلي. استنى حضرتك. هناك فين؟ عندي ليلي. مين ليلي دي؟ كلب. كلب؟
مش قالت لك استنى عند ليلي؟ ليلي، انت عارفه ان اسمك ليلي؟ ايه ليلي؟ ايه ده؟ انت بتاكلي ريش؟ بتاكلي ريش يا ليلي؟ المره اللي جايه لما اجي تاني هوهو يجيبوا لك طرب وسلطه الطحينه بس من غير شطه. انت تعالى. اكمل يا فندم، اسمي اكمل. شكرا. ليلي اتفقنا المره اللي جايه طرب، ها؟ جود افترنون. اهلا اكمل، تعالى هنا. يا سلام يا فندم، ده الشغل مع الناس الحمرا ديت حاجه تشرح القلب. انت بس تقف جنب الكلب الفلوس تيجي لحد عندك. ايه؟ لا ما اقصدش سعادتك، انا اقصد الكلاب اللي هناك. اتفضل اقعد يا اكمل، واضح انك انت الجوله بتاعت النهارده دي مأثره عليك شويه. يا باشا ده انا طول عمري الم اقساط من ناس زهقانين من عيشتهم. النهارده بس شفت ناس العيشه هي اللي زهقانه منهم. بما انك مركز مع الجرافيكس دي، احنا قررنا ان احنا نوسع نطاق العملاء بتوعنا، ومحتاجين ان احنا نتواصل اكتر مع الشريحه اللي بتشكل الدايره الصفراء. تعرف يا اكمل ان الجمال مطلب ملح للانسان. ايوه. ده بغض النظر عن طبعه. ايوه طبعا طبعا. ده ستك لو مشيت في الشارع وبصيت للوشوش وشلت عنهم الهم والغم هتلاقي ناس جميله جدا. عندك حق. ده غير بقى لو شلت القشف وخليتهم يستحموا هتلاقي ناس تانية خالص. بس في بيونتايه كده يعني، الناس الصفرة ديت تجيب حق العمليات منين؟ ده انا بيطلع عين امي اللي خلفوني عشان احصل قسط غساله ولا تلاجه. احنا عملنا اتفاق مع البنوك واوريدي وافقوا لنا ان هم ممكن يدوا قروض للي محتاج. بنوك؟ يعني بنك ممكن يدي قرض عشان ولا عشان طب افرض حصل عجز في السداد، البنك يحجز على ايه؟ على اللوكه مثلا؟ بص يا اكمل، دي مش مشكلتنا، دي مشكلتهم مع البنك. يا باشا ده البنوك حاجزه على نص تكاسي مصر والنص التاني في السجن. واذا كان على الشفط والنفخ في ناس في البلد بتعمل كده في خلق الله من غير عمليات. احنا بنشجع الاستثمار في البشر. شوف مثلا بلد زي فنزويلا، هتلاقي بناتها دايما قاسم مشترك في كل مسابقات الجمال. والإنسان الجميل فرصه أكتر وأحلى في الحياة. يعني البنت الحلوة سهل قوي تلاقي عريس مرعيش، والولد الجميل سهل يلاقي واحدة غنية تحبه. طب أنا إيه الوانتد مني؟ عاوز حد يبقى نموذج. اقفش. امسك. احبس. جرى ايه يا عم حامد؟ وانا بلعب امين شرطه ولا ايه؟ اللي يمسك واحبس فيه ايه؟ بنلعب في الاسم. ما تلعبش معايا تاني، ها؟ انت فلاس. سيد اي ونت يو، عايزك. اقعد سيت داون. خير يا استاذ اكمل، يعني كلمتني في التليفون وقلت لي انك عاوزني. هو تكونوا عاوزين تاخدوا مني التلاجة. تلاجة ايه؟ ده انا عايزك في مصلحة. الحمد لله، خير. سيد انا عايزك انت. ايه؟ انت بجد؟ ايه المانع؟ لا يا استاذ اكمل مش هينفع. ايه؟ ما انا مش عشان يعني ماضي كمبيالات على نفسي هتطمع فيا. انا اطمع فيك انت؟ انت لو في منك نسخة تانية تبقى مرمية في الزبالة. انا عايز اعمل منك بني ادم. لا سيبني عايش قرد كده، انا مرضي. في ايه يا استاذ اكمل؟ هو انا مش من فصيلة البني ادمين ولا ايه؟ للاسف من نفس الفصيلة، بس من شريحة شبكتها واقعة. انا بقى كنت عايز انقلك لشريحة تانية خالص. عايز اعمل لك تشينج من باقة اللاين. ازاي؟ انت عمر واحدة غير مراتك بصت في فيسك؟ وتبص في فيس ازاي وانا عامل باسورد لوحدي؟ سيد 4 4 1. ستيوبيد، ده انت عديت مرحلة الغباء.
طب اخر لاست مره بصيت في المرايه امتى؟ وابص في المرايه ليه؟ ما انا عرفت. لا 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 مش هتنفع خالص. انا اصلا قلبي ما كانش مطوعني. انا قلت انك مش ممكن هتيجي. لا 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 لا، ده انا كنت هخدمك خدمه عمرك، بس لا 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 مش هينفع. خدمة ايه؟ والله ولا تيجي. ابوس ايدك، ابوس ايدك. ده انا كنت ناوي ارشحك للدكتور نجيب يعمل لك شويه عمليات تجميل يخلوك واحد تاني خالص، وكل الخلق ديت يشوفوك بيفور وافتر. بكام؟ ببلاش. ده انت داعيه للمستشفى. انت بتقول لي ايه؟ كل ده علشان الناس اللي زيك تتشجع. وابقى اسمي سيد برضو؟ نهار اسود ومنيل. ايه ده؟ خد هنا. انت عملت ايه في الشقه؟ نضفتها. انا مش عارفه انت عايش ازاي في الزريبه دي. زريبه ايه؟ وبعدين جو الافلام الابيض والاسود ده ما يمشيش معايا. ابيض واسود ايه؟ ايوه جو صباح وامينه رزق، نضفي لي الشقه، بعد كده فنجان قهوه، بعد كده لقمه نظيفه، وفي الاخر اتدبس. تصدق انت مش بس بيتك اللي زريبه، انت نافوخك اللي زريبه. انا حارس نافوخي. فين التراب اللي كان على التلفزيون؟ مسحته طبعا. انا كنت كاتب عليه رقم تليفون مهم. وفين الجلابيه اللي كانت بتلاقيها هنا؟ هي دي جلابيه؟ افتكرتها خشت حمام. النبي ايه؟ خشت حمام؟ هو فين الحمام؟ انا ما بحبش حاجه تتنقل من مكان. حمام فين؟ شقتك كلها في صندوق الزباله، هات وادلقه هنا ترجع لك شقتك زي ما كانت بالظبط. انا ملاحظ انك انت قاعده مفرشحه ومبرطشه كده كانك في بيت ابوكي. انا اللي غلطان. خدي هنا، تعالي. رايحه فين؟ معقوله هفكر في الزباله وانت معايا؟ ايه ده؟ الجمله دي ما اثرتش فيكي؟ انت مصدقتي؟ الباب خبط مرتين، شكلها خطيبتك وامها. خطيبتي؟ خبطوا كتير قوي بس انا ما رضيتش افتح. اوعي يكونوا شافوكي. ما تخدش قوي كده. هي دقت لك كتير على الموبايل بس انت كنت ناسيه. انا ناسي موبايلي؟ مش ده. امال ايه؟ ده. لا ده انا ما بستعملوش. انا حتى ما شلتش الشريحه بتاعت اصحابه. امال اشتريته ليه؟ بتفرج على الصور. ايه؟ زي يخرب بيتك، انت مش قلت مش هتبعت لها تاني؟ هي مين دي؟ استني بس اشوف بعت ايه وبعدين بقول لك. يا غلبه واقع لشوشته. طب هو قال لها ايه النهارده؟ بيقول لها سامحيني ما كنتش اقصد اني اقول لك اني مش هبعت لك تاني وانا اسف يا اغلى ما في حياتي كده. ده هبل. انت مستنيه حد؟ استنى مين يا عمر؟ تلاقي المحروسه وامها جم تاني. طب خش جوه، خش جوه، مش ناقصين فضايح. خش جوه شهري. ازيك يا استاذه اكمل؟ هاي يا طنط. ازيك يا كميل؟ كميل؟ انا كميل؟ انا مش مصدق نفسي. يا ريتني كنت نظفت الابارتمنت من زمان. طب يا ابني هتسيبنا واقفين كده مش تقول لنا اتفضلوا؟ يا خبر، طبعا تتفضل. اجيب كرسي تقعدوا على العتبه ولا تتفضلوا في الحمام؟ ايه؟ اصل الحمام عندي بينضف في الانتريه. اتفضلوا 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 اتفضلوا. يلا يلا. خطوه عزيزه يا طنط. كان المفروض انا اللي ازوركم. يعز مقدارك يا حبيبي. بص بقى انا هدخل في الموضوع دغري. المثل بيقول ايه؟ اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. اوركورس طبعا. والمثل بيقول برضه اللي ايده مش في مقطفه الف واحده تخطفه. وانتوا لحقتوا المقطف في اخر لحظه. وعشان كده يا حبيبي انا عايزه اقول لك ان كل ام نفسها ومنى عينها تشوف بنتها متستره في بيت العدل. قشطه طبعا. وهو في عدل احسن من كده؟ ولما الواحدة تلاقي شاب طول بعرض هيبة كده يشرح القلب تعمل ايه؟ تبقى هبلة بنت هبلة لو سابته. بس برضه يا ماما لازم نعرف هو عليه ايه واحنا علينا ايه. ولا انت ايه رأيك يا كميل؟ اللي باي ما يقولش باي باي، اللي شاري ما تفرقش معاه الحاجات ديت، ولا ايه يا جمجم؟ لا يا ابني تفرق. احنا لازم ندخل البنت بقيمتنا. خلاص اللي تعوزوه انا تحت اوردركم. وده برضه عشمي فيك يا حبيبي. ياه ما تتصورش يا كميل انا فرحانه بيك قد ايه. ربنا يقدرني افرحك كمان وكمان، واي حاجه تطلبيها انا في السيرفيس، انا في الخدمه. ايوه بس العين بصيره والايد قصيره. ماما لا يا جميله
اكمل لازم يعرف كل حاجه، ده مش غريب. الله، ده لو لقاكي عريانه يغطيكي. مش للجردة دي يعني يا طنط، احنا برضو رجاله يعني. نعم. لا اغطيها، ولو عايزاها كمان بالسلوفانه بتاعتها ما عنديش ما تقولي حاجه. عروسه، هو في عروسه بتتغطى؟ بالعربي كده يا كميل، ماما عاوزاك بخصوص هشام ابن طنط مديحه صاحبه العماره. ماله الواد ده؟ عكسك قل ادبه عليكي، انا عارفه طول عمره بتاع بنات. هدي نفسك بس يا حبيبي كده، ما تبقاش عصبي. ما بقاش عصبي ازاي يا طنط؟ لا، هلا على الجد وجد، هلا عليه. انا اللي بيجري في عروقي ده دم، لا صلصه كشري ولا زيت عربيات. سيبوني منه له، انا هعبي له واديله. في ايه يا معفن؟ ده انت اللي بتلمم العماره، انا بمسح بيه جوزي. يا حبيبي خلاص. لا يا طنط. ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي، ولا من وقفتك جنب اختك. اختي؟ اختي مين؟ جميلة اختك يا حبيبي. اصل اسم النبي حرصه هشام ابن مديحة تقدم لها، والاسبوع الجاي ان شاء الله كاتب الكتاب. المعفن؟ قلت ايه يا كميل؟ هيقول ايه يا جميلة؟ ده اخوكي، ومحدش هيفرح لك في الدنيا دي كلها قد اخوكي، مش كده يا اكمل؟ اوركورس طبعا. انت عارف ان الحاجات دلوقتي بقت بالغلا والكوى، وعشان نسطر اختك محتاجين لشيء وشويات. كان بودي، بس الحقيقه الفلوس اللي معايا يعني. لا خلي فلوسك معاك. ماما كان قصدها ان احنا ناخد شويه حاجات من عندك في المعرض، احنا وهشام. وهشام ليه؟ هو هشام ما معوش؟ هيجيب منين هو راخر؟ عايزين نسطر اختك يا حبيبي. بس الموضوع ده هيحتاج ضامن، ودي مسؤوليه يعني، دي فيها. انا الضامن، انا مستعده اعمل اي حاجه، بس اشوف اختك كده ببيت جوزها متعززه. اللي تشوفوه يا طنط. حدد الميعاد اللي تشوفه وبراحتك. يلا بقى يا ماما. متشكره قوي يا حبيبي، وعقبالك. يلا مع السلامه. على فكرة أنا ما قلتش إنها خطيبتي. أنت اللي افتكرتي كده لما بعدتك عن الشباك. طب عشان خاطري ما تزعلش نفسك يا اخوي. عادي، أنا حظي وحش. عارفة لو عملوا جايزة ملك الحظ الفقري أكيد أنا اللي هاخدها، بس أكيد هموت قبل ما استلمها. طب والله ما تستاهل تراب رجليك. أنا مش عايش في الوهم زي الجدع بتاع التليفون. أنا بس بحاول أحلم، بس الظاهر لابس طاقية الإخفاء. أنا هوا، محدش واخد باله مني غير الناس اللي عليهم أقساط، ودول شايفيني زي القدر مستعجل. صح، وإن جيت للحق نفسهم ما يشوفوش وشك خالص. طب قومي انت كمان من وشي. ليه بس يا اخويا؟ فضفض. ماليش نفس. اعمل لك ينسون؟ ما بحبوش. طب كراويه كركريه. هي المشاريب ديت كنت بتسقيها لجوزك قبل ما يموت؟ امال دي مشروبات صحيه. اوعي تكوني كمان كنت بتطبخي له بزيت الكافور. ودي سيد عرفها ازاي دي بقى؟ لا دي لو جوزك كان عارفها كان ولع فيكي من زمان. على فكره يا اكمل، الدكتور نجيب مبسوط منك قوي قوي قوي. الحمد لله يا فندم. ما قلتليش يا اكمل انت كنت عايزه في ايه؟ ايه ده ما شاء الله، انتوا ما بتخبوش على بعض حاجه ابدا؟ ابدا. الله، جراك ايه يا اكمل؟ انت ناسي انه ابني؟ ده انا دمي بيجري في عروقه.
ربنا يخلي دمكم لبعض ويبعد عنكم الجلطات. انا بس يعني عندي واحده قريبتي يعني غلبانه وجوزها متوفي، كان نفسي يعني الدكتور يشوف لها اي شغلانه. يا قريبتك دي حلوه؟ دي قمر. سوري، مقبوله يعني. هاتها لي بكره. ايه؟ اقصد يعني هاتها في ايدك وانت جاي بكره. ثانك يو الوت. ما بطلش رن. دول 3 شهور الايجار اللي متاخرين عليكي، اديهم لصاحب البيت وتعالي بكره معايا المحل، هتشتغلي هناك، انا رتبت كل حاجه. يخليك ليا. ايه شغل السهواكه ده؟ لا لو سمحت تلزمي حدودك، انا راجل سنجل ومشاعري جياشه. وانا قلت حاجه؟ قلت يخليك ليا. إيه ويخليني ليكي ليه؟ ايه التلاكيك ديت؟ تلاكيك ايه يا ابو تلاكيك؟ ايه ده؟ انت ازاي تنقلي من السهوكه للشرشحه فجاه كده؟ انت هتذلني عشان فلوسك دي؟ خدها، مش عايزاها. ما هو انت لو ما خدتهاش هتفضل لازقالي هنا. انت يا راجل انت مش هتعرف تحسن ملابسك. عموما انا ماشيه وربنا ياخدك. ايه ده؟ خدي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا. انت بتدعي عليا يا سوسن؟ انت عايزاني اموت؟ ان شاء الله انا. وبعدين معاكي بقى، هو فيك؟ مش قلت لك بيرن كتير؟ سيبيه عايش في الوهم، لو فاق هيحزن. روق يا اخويا. زعلان قوي عليها. لا. خدها الغراب وطار. اه ما هي لو تستاهل ما كانش خدها الغراب برضه. عندك حق طبعا. وانت تستاهل ستة. انت بتسبلي لي ليه كده؟ ليه؟ انا ميت وبلد. انا انسان مشاعر. عدي لايتك على خير بقى، وهات البتاع ده اشوف سيرامي كاتب لها ايه. لا انا اللي هشوف. بص شوف قال لها ايه. طب اعمل ايه علشان ترد عليا؟ خربي على سهوكتك. انا وكل ما املك تحت رجليكي. بعدين معاكي بقى اللي انت عايزاه، اللي تحلمي بيه هجيبهولك، بس ارجوكي ردي. نفسي اسمع صوتك. ده مجنون، كريزي ووتر. مجنون؟ ده بيحب، حساس، عنده احساس. وانا كمان عندي احساس. انا مضطر اسيبك وانام. عارفة انك طيب، هتجيلي قريب ولا تندهلي واقولك طيب يا عينيا. عارفة انك طيب، هتجيلي قريب ولا تندهلي واقولك طيب يا عينيا. وحياة عينيك وفداها عينيا، أنا بحبك قد عينيا. انكريزابل. لا ده انا معادي في الهوسبيتال بكره مش النهارده. تمام. باشا، البنت قريبتي غلبانه اللي كلمتك عليها قبل كده موجوده معايا بره. طب روح هاتها عشان اشوفها. اوكي. تعالي يا سوسن، تعالي يا سوسن. سلمي على نبيل باشا، ما تقلقيش، ده قد جدك مفيش منه خوف. ايه الكلام ده يا اكبر؟ لا يا فندم، بفهمها يعني ان حضرتك اكسبايرد. وانت ايش عرفك يا اخوي؟ بطمنها من ناحيه حضرتك، ما حضرتك عارف ان ولاد حرام ما خلوش ولاد الكلب حاجه. طيب خلاص متشكر. انت هتستلمي الشغل من بكره. طب احنا بقى جو اوت. يلا يا سوسن. ثانك يو الوت. الاسم المريح قوي. ده انت واطي وطيان. انا واطي يا سوسن؟ يقطعني، اسم الله عليك يا اخويا، مش انت صاحب الشقه. قال ايه؟ المعفن من بعد ما خد فلوسه عايز ياخد مني 3 شهور مقدم عشان يرجعني الشقه. وعملت ايه؟ اديت
اديتهم له. اديتهم له ازاي؟ جبت فلوس منين؟ اديتهم له، مسحت بكرامته الارض، بس سبته لحد ما قال لي تنوري شقتك. هو قال لي كده؟ يعني خلاص كده هترجع شقتك؟ ما هو كفايه يا اخويا، انا تقلت عليك قوي. بس ابقى اطل كل حين ومين، انضف يعني. ايوه بس ما بسش ولا حاجه يا اخويا، ده انت جميلك مغرقني من ساسي لراس. عيب يا عبيطه، ما تقوليش كده. انت اصلك ما تعرفيش بصراحه مش عايز اسيبك. طب انا رايح اجمع كمبيالات، ما تيجي معايا؟ بجد؟ زي ما بقول لك كده. طبعا اجي معاك، طبعا جدا. والله ليكي حس يا سوسن. انا ليه خليتها تمشي؟ عايز تخاصمني خاصمني، بس اوعى تبعد عني. عايز تصالحني تعالى قبل الشوق. يخرب بيتك، ده انا لسه قايل انك عقلت. انت كده شكلك رجعتي له. لازم تعرفي اني مش ممكن اسيبك تروحي مني. انت مخلوق علشاني انا وبس. معقولة ما عندهمش كلاب؟ باين عليهم فقراء. جود افترنون يا هانم. انا مندوب مستشفى الدكتور نجيب. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضلي. اتفضل استريح، هبلغ المدام. مندوب المستشفى. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل اقعد. جميلة قوي القطة دي. ده قط ولد اسمه شيتوس. شيتوس، اسم جميل شيتوس. هما الناس الذوق كده، يربوا قطط مش كلاب. حبيب قلبي. ربنا يخلي. بصي يا اكمل يا فندم. انا ما اعرفش كل بنت من بناتي حسابها ازاي. انت تدخل الاوضه اللي هناك دي وانا هبعت لك بنت تحاسبك. هما دول كلهم بناتك؟ بسم الله ما شاء الله، ما يبانش عليك، انت لسه صغيرة. ما انا ابتديت حياتي العمليه من بدري قوي. بس كلهم بنات، فيهمش ولاد. ربنا يرزقك بولد. لا في ولاد بس حسب الطلب. سبيشال اوردر. الولاد سبيشال اوردر. الولاد سبيشال اوردر. الولاد سبيشال اوردر. ايه ده؟ ده بجد ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا ناس، يا بيبو يا اللي هنا، الكرسي قبض عليا يا اخوانا. الحقيني لو سمحت. انت بتعمل ايه بعده الشغل؟ عدة الشغل؟ هو انتوا بتشتغلوا بعد الظهر اسم؟ من فضلك اقعد وما تلمسش اي حاجه خالص. هاي انا منى. اكمل. انت جايه ليه من غير قطه؟ كام؟ منى 7500. شكرا. ميرسي قوي. العفو. يا اهلا يا اهلا. هاي انا جيلين. جيلان. جيلان، ده انت تاني اسم جيلان. صدر ولوكا. جيلان، انت واخده جيلاتين كتير، حسابك عالي. اتفضلي اقعدي. لا يا احسن تفرقعي. انا مستعجله، ممكن بسرعه؟
اكيد عندك مذاكره. درس ميكانيكا. درس ايه؟ ميكانيكا. انتوا بتاخدوا ميكانيكا؟ اها. بتاخدوها فين دي؟ اتفضلي. دي اكيد هي اللي بتدرس الميكانيكا. اهلا. هاي انا خلود. 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 اتفضلي يا خلود. انا حاسس اني عايش في موبايل رجب. جيلين، ايه اللي قومك من على المذاكره؟ سوري بس مش هعطلك، محتاجاهم ضروري. هما ايه دول؟ بتعملوا بيهم ايه دول؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ جيلين بتذاكر ميكانيكا. وانت ايه اللي جابك؟ مش ده بيطلع في التلفزيون؟ مش ده اللي بيقول كلام دول ناويين يرشحوه يمسك؟ ولو شافك هيلبسك هو ده بيت اتفضل شوف شغلك. انا شفته خلاص. محدش قال لك انك حلوه قوي. نعم. يا بنت جرالك ايه؟ هتعمليهم عليا ولا ايه؟ لا يابا انا مش بتاعت الكلام ده. انا مش بتاعت الكلام ده. انا بنتي طول عمري جامده. لا كله الا كده يا باشا، وتغور الشغلانه. انا هبقى اشوف سي اكمل اللي انت مشغله اوراني عندك ده. سلام يا باشا. الله غير في ايه يا بنت؟ الله 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 الله، انت بنت خدتيها جد قوي كده ليه؟ يا بنت انا كنت بمتحن اخلاقك. يا سلام. شايفك يا خمام. استاذ اكمل، مش هتقعد معايا شويه؟ لا مش هقعد، هاخد عيش واروح. هات لي 10 ترغيف. لا 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 10 مش كفايه. لا كفايه يا بارد. الا انت عملت ايه مع الدكتور؟ ما عملتش، هو اللي عمل. قعد ياخد مقاساتي وكانه هيفصل لي جسم جديد وصورني في اوضاع غريبه. ايه؟ اوضاع غريبه ازاي يعني؟ حتى انا خفت. قال لي ما تخافش يا سيد، ما تتكسفش، دي طبيعه شغلنا، العمليه ممكن تتعمل. طب مبروك. هسيبك بقى عشان مستعجل. كان الله في العون، والله العظيم العيشه بقت صعبه قوي، مع ذلك الواحد بيعمل الخير ويرمي البحر. انا اعمل الخير وارميه البحر، انما انت هتنزل تاخد الخير اللي انا رميته في البحر. قول من الاخر انت عايز ايه؟ غسالة اطباق. ييه استاذ اكمل الولايه ايديها اتبرت، انا المدام هتبوش مني، وخصوصا بعد ما عددنا زاد. زاد ازاي يعني؟ ما انا جبت مرات رجب تعيش معانا وخدت بنصيحتك. يا راجل. ما انا عرفت ان العشره ما بتهونش الا على اولاد الحرام. يعني مرات رجب عندكم دلوقتي في البيت؟ ده انت هتخليني اخدمك خدمه وضميري كله مستريح. غسالة الاطباق من عينيا. عشان الولايه اكلت وش. لا 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 ما يرضنيش انها تاكل وشك، انت اصلا وشك بتاكل. بس ما تنساش بقى ميعاد القسط الاسبوع اللي جاي. من الطبيعي ان كل المرضى لازم نكشف عليهم قبل دخول العمليات ونقيم حالتهم كويس. ممكن واحد يكون سكره عالي، ضغطه عالي، او عنده حاجه تمنعه اصلا من دخول العمليات. في الاخر كلنا عايزين نوصل ان حياه المريض اهم من اي حاجه. اكيد. ممكن اعرف الماتيريال دي كلها مطلوبه عشان ايه؟ عشان عمليه سيد. بس دكتور نجيب منع دخول الحاجات دي بقى المستشفى. دكتور نجيب هو اللي قال كده، عشان العمليه دي نسخه شعبيه، يعني ماتريالها لازم يبقى اقتصادي. بس الناس كده ممكن تموت. اظن دي حاجات ميديكال انت مالكيش فيها، صح يا دكتور؟ سيد لو حصل له حاجه انا مش هسكت. يا لهوي يا ميلة بختك يا سوسن. سوسن كنت بتعملي ايه جوه؟ خش اساله. نبيل باشا. اهلا 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 يا اكمل، خير؟ ايه اللي جابك؟ انت مش المفروض تروح تورد حسابات المستشفى؟ المفروض، بس لسه فاضل ساعتين. طيب يا سيدي. على فكره يا اكمل، البنت قريبتك دي هايله 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 هايله. خير يا اكمل؟ هو في حاجه؟ مستني جيراني كده جايين يشتروا شويه حاجات، ببص اذا كانوا جم ولا لا. شكلي بقى هنزل استناهم تحت. انزل استناهم، وبالمره ابعت لي سوسن عشان عاوزها.
لو في حاجه انا اقدر اعملها قول لي. ترى ايه يا اكمل؟ لو في حاجه انت تعرف تعملها كنت قلت لك. ممكن افهم ايه اللي انا مش ممكن اعمله وسيادتك تعمليه؟ طب في ايه؟ على فكره انا ممكن اشرد لك انت والاراجوز اللي بعتك. مين ده اللي بعتني يا بت؟ استاذ اكمل. اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. أنا مبسوط جدا من شغلك معانا يا أكمل. متشكر يا فندم. فندم في ايه؟ حضرتك جايبني على ملا وشي، يعني انا مش مطمن. هو في حاجه يا فندم؟ يبقى ندخل في الموضوع. يا ريت. أنا قررت أجوزك. نعم. أنا قررت أجوزك وده قرار نهائي. يبقى حضرتك بقى عايز تجوزني واحده من اللي بيجوا هنا تلاقي العمليه فشلت وحضرتك عايزها يعني تخرج بمصلحه. لا 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 لا، دي طبيعية ما تحطش فيها مشرط. ومين دي اللي ربنا بيحبها قوي كده؟ فاكر البنت اللي انت وديتها تشتغل عند بابا؟ سوسن؟ بالظبط، هي سوسن. انا شايف ان انتوا مناسبين جدا لبعض. هي صحيح البنت دي دخلت حياتي صدفة وهي فعلا جميلة، بس حضرتك عارف بقى الحاجات ديت محتاجة شوية معاناة، شوية معوقات، يعني الحاجات بتاعت الحب عشان النهاية يعني يبقى لها معنى. أكمل، إحنا مش جايين نعمل فيلم عربي هنا. أنا شايف إن جوازك من سوسن دلوقتي أصبح ضرورة ملحة. أنا مش فاهم حاجة. أنا غارد شريفة سوسن. يا بيه انا لسه في شهور العده. استناكي. بعدين انا مخطوبه. مخطوبة لمين؟ لاكمل. أكمل ده إيه؟ ده نطع. مش هيسعدك. مش هيسعدك غيري، صدقيني. أنا هغرقك فلوس. أنا عندي فلوس كتير كتير أوي. تعالي بصي يا سوسن، كل ده هيبقى ملكك. خدي اللي أنت عايزاه، تعالي والصحة بوم. يا ميلة بختك تعالي يا سوسن. سوسن. يا لهوي. سوسن. حضرتك بتتجسس على والدك؟ سيبك من الكلام الفارغ ده. أنا ما عنديش أي استعداد إن حد يشاركني في فلوس أبويا، وبعدين البنت لسه صغيرة، مش هلاقيها بقى تروح تجيب له عيل. فاهم. وبعدين هي بتقول إنك أنت خاطبها، يبقى ننفذ. بنت يا سوسن. بنت يا بنت. تعالي. مستنيينك في الميكروباص يا سوسن. افندم. كابي هوصلك. انا هركب الميكروباص. ميكروباص؟ يا بنت اركبي العربية أريح لك. اركبي يلا. الميكروباص اريح. معاكي أجرة الميكروباص ولا هتسلفيها؟ اركبي يا بنت. اركبي، ما تركبيش دماغك، اركبي. كده ماشي يا سوسن، براحتك. روحي خلي الميكروباص ينفعك. ها؟ ميكروباص. سوسن. اكمل. كان عايز منك ايه؟ كان ماشي ورايا مخبر ولا ايه؟ أنا مش ماشي ورا حد. أنا قلت أعدي آخد خطيبتي بعد ما تخلص شغل. انت خطبت؟ الف مبروك. لا أنا ما خطبتش، أنا اتخطبت. مين الواقعه اللي خطبتك؟ أنت مثلا. انا اخطبك انت؟ لا أنت اللي واقعة.
انت فايق ورايق وبتهزر؟ مش انت اللي قلت ان احنا اتخطبنا وهنتجوز بعد العده؟ هو قال لك المنيل؟ لا المناي ما قاليش. تلاقيها البت اسماء كانت راميه ودن. مش مهم مين اللي قال، المهم ان انا وافقت. وافقت على ايه؟ وافقت نتخطب ونتجوز بعد العده. ده انت عشان تخطبني تدوخ ورايا ال7 دخات. دخت يا ستي، وبدل ال7 دخات 10,000 دوخه، لدرجه اني هرجع دلوقتي. جد يا اكمل؟ اه ده انا ممكن استنطق في وشك. ان شاء الله. انا بعد الشر عليكي. من بكره بقى مفيش نزول المحل تاني. انت تقدرني. وبقول بقى بدل حكايه الدبل والشبكه والتكاليف والحاجات دي كلها، انا اتجوزك بدفتر الكمبيالات اللي عليكي. ايه ده؟ خدي هنا يا بنت مجنون. هو ده عرض يترفض؟ يعني انت يرضيكي اخطبك واتجوزك وبعد كده كل شويه اطالبك بالقسط ولو ما دفعتيش هسجنك؟ عارف لو ما مشيتش من قدامي الساعه دي هخلي الما يشتري يتفرج عليك. متفقين من بكره نبرنج الدبل. بجد يا اكمل؟ زي ما بقول لك كده. المهم قبضت النهارده؟ ايوه. ليه؟ ابدي بقى بالقسط اللي عليكي. انت عارف يا اكمل، انت كل ما بتكبر بتفكرني بالمرحوم والدك. عمري ما طلبت منه حاجه وقال لي لا، عمري. ياما حكالي. بس انا زعلان منك. مني؟ ليه خير يا فندم؟ يا راجل لما تخطب مش كان لازم تيجي تقول لي؟ فاتتني دي. ساعات كده الواحد بيبقى ناطع وما عندوش دم وما بيحترمش العشرة يا نبيل بيه. حلوه النطعه دي. الا بالمناسبه هي العروسه ما جاتش ليه النهارده؟ تعبانه وكانت قالت لي اقول لك انها محتاجه اجازه. تعبانه؟ سلامتها الف سلامه. 1000 مليون سلامه عشانها. انا هبعت لها دكتور فورا. لا 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 دكتور ايه؟ ده تعب بسيط جدا يعني. ابعتي لي السواب من عندك بسرعه. بقول لحضرتك ده تعب بسيط يعني. أنا شايف يا أكمل إن البنت دي مش مناسبة ليك، عشان كده أنا قررت إنك ما تتجوزهاش. نعم؟ أنا قررت إنك ما تتجوزهاش. يعني ادخل. أوامرك يا سعادة الباشا. تعدي على الدكتور نعيم، تاخده وتطلع بيه على بيت سوسن في العنوان ده بسرعة. يا سعادة الباشا. حاضر يا سعادة الباشا. انت عرفت عنوانها ازاي؟ ملاحظة غبية، إنما الملاحظة الذكية إنك تقول لي حضرتك حافظ العنوان ازاي؟ طب حضرتك حافظ عنوانها ازاي؟ لأنها تهمني، عشان كده أنا قررت إنك ما تتجوزهاش. بس أنا هتجوزها. جرب كده ورينا شطارتك. عفارم عليك فولاد كامل، تبريكات من حسرتنا لمولودك كامل أفندي. لكن أنا سميته لطفي على اسم المرحوم أبويا. لا، لطفي يطلق. أنا قلت كامل يبقى كامل، توصف لطفي أبوك. مبروك مجالك كامل أفندي. ونويت تسمي المولود إيه؟ مصطفى يا فندم. لا لا لا، أنا عاوزك تسميه كمال. مبروك يا كمال. الله يبارك فيك يا نبيل باشا. ونويت تسمي المولود إيه؟ هيثم يا فندم. لا لا، هيثم إيه يا راجل؟ أنا قررت إنك تسميه أجمل. باليد حيلة، ده المكان الوحيد اللي مش هيوصلك فيه. بس اطمني، بيقولوا مراته ست طيبة قوي. سيد الناقص الدون العدمان الصدمان. يعني يرضيك يا أكمل أنا أشرب من قلة وأنام على الحصيرة؟
قول لي ايه وحصرة ايه؟ ده سيد ده عقبال امالتك ده ما شاء الله بقى حاجه ايه؟ بيته كله فول اوتوماتيك كامل من مجاميعه، مش ناقصه غير حمام السباحه بس. تعالي بس ما تخافيش. انا عارف انه معفن ومفيش اعفن منه، بس في ميزه، بيحب مراته وبيخاف منها موت، يعني لا يمكن هيلعب بديله كده ولا كده. اطمني اطمني. ده ايه المكان المعفن ده؟ ايه ده يا اكرم؟ ايه؟ يظهر ان مفيش حد. طب اطلعي كده بص انت عشان لو في حاجه اعرف اجري. تجري؟ قصدي يعني لو في تعالي محدش بيخدم حد بلاش. ايه ده الباب مفتوح؟ طب ما تخشي. خشي. صحيح، الشقة جاهزة من مجاميعه، مش ناقص الا حمام السباحة، وساكن على النيل كمان. مش عارف، يمكن يكون سيد اتسرق. انا مش عارف ايه الاشكال الوسخه دي. صحيح؟ صحيح ليه؟ لا يكون جينا اوضه غلط ولا حاجه. يا اخ، يا جدع انت جدع انت. يا جدع انت، هو في حد بيساعد حد كده؟ ايه ده؟ انت حكومه؟ حكومة ايه يا عم؟ هو انت مين؟ انا ولا حاجه يا فندم، انا شريك سيد في القطه دي. طب سيد فين؟ معرفش يا فندم. طب فين مراته؟ معرفش برضه يا فندم. لا طب انا مش مراته يا فندم. طب انت مين؟ مش مراته يا فندم، مش مراته يا فندم. السيد ده اعرفه من قبل ما يتولد. من قبل ما يتولد؟ عمره ما اتجوز، بس انا مش هسيبه، هجوزه يعني هجوزه. من ساعة ما ربنا أكرمه واشتغل في الأجهزة المنزلية، ربنا فتح عليه من وسع، واللي عاوز منه حاجة بيجيبها بنص السعر. عاوزين منه حاجة؟ لا مش عايزين حاجة. يعني بسلامته عمال يسحب الأجهزة ويحرقها في السوق عشان يورطني. ماشي يا سيد، ده أنا هخليهم في المستشفى يعملوا له عملية نفخ لحد ما لغاليغه دي تفرقع. لا، هخليهم يعملوا له عملية شفط لحد ما يختفي. والاقساط اللي عليه؟ وايه يعني؟ ماضي على كمبيالات، هيروح منا فين؟ تعالي. واخدني فين؟ على البيت عندي. لسه بيبعت رسايل؟ لسه، بس المفروض يوم الأربعاء اللي جاي هيبطل يبعت. اشمعنى؟ هيخلص رصيده؟ لا، هو كله على بعضه هيخلص وهيخرج كمان من الخدمة، هينتحر. ايه؟ زي ما بقول لك كده. وانت هتسيبه ينتحر؟ امال يعني هروح اتصور معاه سيلفي وهو بينط في النيل؟ استني بس. ميعادنا يوم الأربع الساعة 3 الفجر فوق كوبري قصر النيل. يا أجمل نساء الأرض وماضي شهيد حبك. أهو أنت كده تمام، أنا كده هرتاح من رسايل أهلك. يا بختها. هي مين دي؟ اللي هيموت نفسه عشانها. يا سلام. هي الواحدة الطول تلاقي واحد يفتح دماغه عشانها، ولا حد يغز نفسه بمطوة عشان خاطرها. ما تقلقش يا اكمل، انت بس خليها عندك في البيت واوعى تنزلها المعرض ابدا. ايوه بس اصل وجودها في البيت عندي بصراحه مش مناسب. مش قادر تمسك نفسك يا عريس؟ طب افرض حد شافها عندي هيقول ايه؟ قلت لك ما تقلقش، انا واخد بكره ميعاد من بابا وهحل كل الامور. العفش فين؟ الفرنتشرز. سوسن. بوجودك يا ابو سمرة يحلى السهر بالليل، والحلوة بيطول عمرها ونغني يا عيني يا ليل. بوجودك يا ابو سمرة هو العفش فين؟ ام جميله اتعذرت فيه اديتهم لها. ولما شافوكي ما سالوكيش انت مين؟ يا اخويا زيطه وفرح، والمحتاج ما بيسالش. بس خضتيني عليكي. انت بجد اتخطيت عليا يا اكرم؟ طلي بقى السهوكه ديت. قلت لك 100 مره انا ميت وبلد. ميت ايه؟ ده انا استويت، انا بقيت بيف وبلد. انت تأمرني.
بس برضه اللي عملتيه ده ما يصحش. ازاي ترقصي كده قدام الناس؟ ايه؟ رقص وحش؟ ما عجبكش؟ اهمدي بقى، اهمدي. انا مش قدك، انا خلاص على الاخر. انا كاتم في هارتي وساكت. يعني خلاص ممكن همسه كمان وافجر نفسي فيكي، فاهمه ولا لا؟ كده ام جميله اتحبست رسمي. تسلم ايدك. انت مش هتاكلي؟ ماليش نفس. عجيبه قوي، مع انك على طول جعانه. طبعا جوازة حبيبة القلب اتفشكلت. وخلي لك الجو. اكيد اكيد طبعا. مش شايفاني مبسوط ومزقطط؟ ده انا هموت من الفرحه. ده الفرحه مش سيعاني. عموما انت حر. بالسهوله دي تبيعيني؟ الدنيا علمتني اللي يبيعنا بيعه. وانا بقى الدنيا علمتني انك انت احسن حاجه حصلت لي في حياتي. اول مره تقول لي حاجه حلوه. صدقيني يا سوسن، انا فعلا اختلفت. خليك معايا ان شاء الله تموت. لا ده النهارده الاربع. اما اشوف المجنون ده ناوي على ايه. الساعه 3 الفجر هرمي نفسي فوق كوبري قصر النيل وروحي هتحلق فوقيكي. اخيرا هشوفك يا حلم عمري. وبعدين بقى في الراجل ده، انت مستنيه حد؟ هتفضل طول عمرك غبي؟ ما تتلم بقى. طب روحي روحي جوه يلا. عسل. انتوا مين؟ ايدك عني يا حيوان! اكمل يا اكمل! اكمل! رد عليا يا اكمل! انا بعتذر لك يا اكمل على اللي بابا عمله معاك. انا ياما قلت له بلاش الاساليب القديمه دي بتاعت العنف المباشر. ما توصلش للخطف يا دكتور. ولا خطف ولا حاجه، انت بس مكبر الموضوع يا اكمل. البنت كانت عندك واحنا بعتنا خدناها. انتوا مين؟ انا قعدت امبارح مع بابا قعده طويله واتفاهمنا على كل حاجه، واتفقنا ان علاقته بالبنت مش هتاثر على المصالح الماديه اللي ما بيني وما بينه. انا مش فاهم حاجه. جوازه بيها هيبقى جواز سوري. جواز سوري؟ طب وانا؟ انا بحبها وهي بتحبني. بالنسبه لان انت بتحبها ما تنساش ان انا اللي قررت انك انت تتجوزها. اما بخصوص ان هي بتحبك فطبعا دي معلومه انا اشك فيها. انت عارف ان مفيش انسان طبيعي وسوي يرفض يعيش حياه الرفاهيه. لا يا دكتور، انت فاهم غلط. مش كل الناس كده الا سوسن. ما تفتحيش الا لما اقول لك. ها؟ فتحي عينيكي. ايه رايك؟ حلو، بس هيبقى احلى عليكي وانت لابساه. وريكي البسهولك. هاتي يلا يا حلو. الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، حلوه قوي قوي عليكي. ايه رايك؟ الله، حلو قوي. يلا يا اكمل كمل حياتك زي ما كانت. انزل دلوقتي روح بيتك، ومن بكره انزل شغلك عادي جدا كأن مفيش اي حاجه حصلت.
بعتي صاحبك بكام يا اكمل؟ صاحبي مين؟ سيد صاحبك. عادي، زيه زي غيره. كل واحد بيختار حياته زي ما هو عايز، وهو عايز يغير حياته، هو حر. انا هعمل له ايه؟ خليك انت كده، مالكش دعوه بحاجه ولا باي حد خالص. انت شيخ شيخ وهو بقى فرط جارب. سيد ما ينفعش يعمل عمليه. ليه؟ سيد عنده حمر مدميه قديمه مأثره على قلبه، والاولى انه يخش قلب مفتوح مش عمليه تجميل. احنا كده بنقتله مش بنجمله. سيد استاذ اكمل، ما تكونش زعلان مني عشان موضوع الاجهزه. اجهزه ايه وديلة ايه؟ انت لازم تروح معايا دلوقتي. اروح معاك على فين؟ ما اديك شفت انا عايش فين وازاي. سيد انت ممكن تموت. اموت تاني وانا ميت؟ وفي حد بيموت مرتين يا استاذ اكمل؟ لا يا سيد، بالعكس، لو العمليه نجحت انا ممكن اعيش. ما تكسرنيش انت كمان يا سيد. ابوس ايدك بلاش تعمل لي عمليه. قوم معايا يا سيد. شيلوا ده. قوم معايا يا سيد. بلاش يا سيد، ما تعملهاش يا سيد. بياكلوا الناس لحمهم ويرموا بعض يا سيد. بلاش اعمل معروف. يا صلاح يا فوزي، انتوا يا بهايم تعالوا، البنت بتهرب من البلكونه، بسرعه وراها، بتهرب من البلكونه. مفيش انسان طبيعي وسوي يرفض يعيش حياه الرفاهيه. انت مخلوق علشان انا قررت اتجوزك. انت عشان تخطبني تدوخ ورايا السبع. كل واحد بيختار حياته زي ما هو عايز. انا بحبها وهي بتحبني. انا قررت اتجوزك. سوسن، انا قررت انك ما تتجوزنيش. بتعملي ايه ده؟ بتعملي ايه ده؟ لازم تعرفي اني مش ممكن اسيبك تروحي. البنت قريبتك دي هايله. خصوصا ان هي بتحبك، طبعا دي معلومه انا اشك فيها. انا اخطبك انت. انا بحبها وهي بتحبني. جرب كده، ورينا شطارتك. خليك انت كده، مالكش دعوه بحاجه ولا باي حد خالص. ورينا شطارتك. الساعة 3 الفجر هرمي نفسي فوق كوبري قصر النيل وروحي هتحلق فوقيكي. اي نعم انا ست غلبانه، بس ب100 راجل. تعالي معايا. يا اللي انت جاي تنتحر عشان ما بتردش عليك، رسايلك ما وصلتهاش. يا اللي جاي تنتحر عشان ما بتردش عليك، رسايلك ما بتوصلهاش. انت جاي تنتحر عشان ما بتردش عليك؟ لا، عشان بقالي 9 سنين بدور على شغل. انت جاي تنتحر عشانها؟ لا، عشان طلعت الاول على الدفعه، بس قالوا لي غير لائق اجتماعيا. انت بتاع الرسايل؟ انت جاي تنتحر عشانها؟ لا، انا جاي انتحر عشان بنتي ماتت لاني ما كنتش لاقي اعالجها. الناس الصفرا ديت تجيب حق العمليات منين؟ البنك اخد التاكسي وعليا شيكات. ده البنوك حاجزه على نص تكاسي مصر والنص التاني في السجن. البيت اللي انا ساكن فيه وقع ومش لاقي حته تلمني انا وعيالي. واذا كان على الشفط والنفخ، في ناس في البلد بتعمل كده في خلق الله من غير عمليات. عيالي جعانين مش لاقي اكل. الحاجه الوحيده اللي بتتعمل باخلاص في البلد دي انك تموت يا استاذ اكرم. أنا بس بحاول أحلم.
Thank you.